يهدف إلى ضمان استمرارية المقاولات المحدثة وتحسين دخل المقاولين الشباب من خلال تقديم خدمات الدعم لهم بعد إنشاء مقاولاتهم. وفيما يخص إنجازات البرنامج فقد بلغت نسبة الالتزام بالتمويلات والأداء حوالي 98%. ومن حيث المستفيدين وكما لا يخفى عليكم فقد كان الأمريكيون مصرين دائما على احترام الأجال بطريقة حديدية. كل شيء لم يصرف في أجله يسقط، ووجدنا 140 مليون دولار سوف تضيع لما جاءت الحكومة الأولى واستطعنا استرجاعها بالقيام بمجهودات خاصة. ومن حيث المستفيدين مكن هذا البرنامج من تحسين مستوى عيش حوالي 600 ألف أسرة مغربية مستفيدة، منها 110,400 أسرة قروية في إطار مشروع الأشجار المثمرة، و24,800 مستفيد في إطار مشروع الصيد البحري التقليدي، و29,400 صانع تقليدي في إطار مشروع الصناعة التقليدية ومدينة فاس، وأزيد من 104,000 مستفيد من نشاط نحو الأمية الوظيفية والتكوين المهني. أما على صعيد المنجزات الميدانية فتتجلى أهم النتائج المحققة في أولا غرس 75,377 هكتار بأشجار الزيتون واللوز، إعادة تأهيل 53,400 هكتار من المساحات الصخوية من خلال مد 748 كيلومتر من قنوات الري، منها 34.6 كيلومتر من الخطارات. هذه الطريقة التقليدية اللي الناس اللي كيعرفوا الفلاحة كيفاش كانت قبل كيعرفوا بها. وبناء 87 منشأة لتحويل المياه، تهيئة 11 نقطة مجهزة لتفريغ منتوجات الصيد البحري التقليدي، وإنشاء بنيات تحتية للصيد التقليدي ب10 موانئ. هذا الأمور كذلك كان فيها الشراكة باتفاق على هذه المشاريع قامت به الإدارة المغربية بمجهود قبلي دام 2 أظن وباتفاق مع الناس المعنيين. إنشاء 5 أسواق لبيع السمك بالجملة بمدن بني ملال ومكناس وتازا ومراكش والرباط. بناء 100 وحدة إنتاج للصناعة التقليدية في المنطقة الصناعة عين النقبي بفاس، والتي تضم فندقا مكونا من 77 ورشة، فندق بالدارجة ماشي بالعربية، فندق يعني مكونا من 77 ورشة و23 وحدة إنتاج فردية للنحاسين، وترميم 4 فنادق نفس الشيء تعود للقرنين الرابع والخامس عشر. إنشاء وإعادة تأهيل 11 مدارا سياحيا بالمدينتين العتيقتين فاس ومراكش على طول 48 كيلومتر. اقتناء وتوزيع 150 سيارة مجهزة بشبابيك على جمعيات القروض الصغرى لتسهيل عملية منح القروض في المناطق النائية. توفير الدعم البعدي لفائدة 400 مقاولة صغيرة جدا تم إنشاؤها في إطار برنامج مقاولتي ولفائدة 200 نشاطا مدرا للدخل تم إنشاؤه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولا بد من التأكيد على أن هذه الحصيلة الإيجابية التي أسفر عنها برنامج تحديد الألفية لم تكن لتتحقق لولا التعبئة المستمرة والجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين في تنفيذ البرنامج، ولا سيما أطور ومستخدمو وكالة الشراكة من أجل التنمية، وكذا أطور وحدات تدبير المشاريع بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالبرنامج. سيد الرئيس، حرصا من المغرب على احترام الالتزامات التي تربطه بهيئة تحدي الألفية الأمريكية، صادق مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية خلال دورته 11 المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2013 على قرار حل الوكالة بتاريخ 15 شتنبر 2013 وتصفيتها خلال الفترة الممتدة من هذا التاريخ إلى 13 يناير 2014 كما هو منصوص عليه في قانون إحداثها. وأظن أنني ترأست كافة المجالس لم